مرحبا بكم في درس معادلة مستقيم لمادة الرياضيات لمستوى السنة الثالثة ثانوي إعدادي. هذا الدرس هو بصيغة ملخصة، ومن خلال هذا الجزء سنتعرف على ماذا نقصد بالمعادلة المختصرة لمستقيم، كيف يمكن إنشاء مستقيم من خلال معادلته المختصرة، وأيضا كيف يمكن تحديد معادلة مستقيم من خلال نقطتين. سنمر إلى أول فقرة، وهي ماذا نقصد بمعادلة مستقيم. إذا تعريف: ليكن OIG معلما متعامدا ممنظما. المعادلة المختصرة لمستقيم D غير موازن لمحور الأراتيب هي على الشكل y تساوي mx زائد b، y تساوي mx زائد b، حيث العدد m يسمى المعامل الموجه أو ميل المستقيم D، والعدد p يسمى الأرتوب عند الأصل. العدد m يسمى المعامل الموجه أو ميل المستقيم D، والعدد p يسمى الأرتوب عند الأصل. أعيد: المعادلة المختصرة لمستقيم غير موازي لمحور الأراتيب هي دائما تكتب على الشكل y تساوي mx زائد p، حيث m يسمى المعامل الموجه أو ميل المستقيم D، و p يسمى الأرتوب عند الأصل. لفهم التعريف أكثر نمر إلى المثال. نعتبر المستقيم D الذي معادلته المختصرة هي y تساوي 2x زائد 3. إذا كما قلنا في التعريف، المعادلة المختصرة لمستقيم تكتب على شكل y تساوي mx زائد b. ما هو العدد الذي يمثل m، وما هو العدد الذي يمثل p؟ إذا العدد الذي يمثل m هو 2، والعدد الذي يمثل p هو 3، بمعنى ميل المستقيم d أو معامله الموجه هو 2، والأرتوب عند الأصل هو 3. الآن سنمر إلى طريقة إنشاء هذا المستقيم الذي معادلته y تساوي 2x زائد 3 في معلم. إذا بصفة عامة لإنشاء مستقيم يكفي تحديد إحداثية نقطتين تنتميان إلى هذا المستقيم، ولذلك سنختار أفصول النقطة A. مثلا سنختار 0. إذا اخترنا 0 سنعوض في المعادلة السابقة، بمعنى معادلة المستقيم الذي نود إنشاءه، سنعوض ب2. إذا y تساوي 2 في 0 زائد 3. 2 في 0 0، 0 زائد 3 3، ومنه قيمة y هي 3. وبهذا نكون قد حصلنا على إحداثيات النقطة A التي هي 0 3. بنفس الطريقة نبحث عن إحداثيات النقطة B. إذا اخترنا أفصل النقطة B1، إذا سنعوض في المعادلة السابقة. إذا y تساوي 2 في 1 زائد 3. 2 في 1 2، 2 زائد 3 5، وهكذا نكون قد حصلنا على إحداثيات النقطة B وهي 1 5. الآن لننشئ المستقيم D في معلم متعامد ممنظم. إذا أول شيء سننشئ النقطتين A و B. إذا إحداثيات النقطة A هي 0 3، ثم B هي 1 5، ثم ينشئ المستقيم AB الذي يمر منهما. وبهذا نكون قد أنشأنا المستقيم D الذي معادلته y تساوي 2x زائد 3. الآن نمر إلى كيفية تحديد معادلة مستقيم من خلال نقطتين. إذا خاصية: إذا كانت النقطة A إحداثياتها xa ya، والنقطة B إحداثياتها xb yb، نقطتين مختلفتين من المستقيم D الذي معادلته y تساوي mx زائد b، فإن m تساوي yb ناقص ya على xb ناقص xa، مع xa تخالف xb. إذا فإن m تساوي yb ناقص ya على xb ناقص xa، مع xa تخالف xb. مثال لنحدد المعادلة المختصرة للمستقيم AB، بحيث إحداثيات النقطة A هي ناقص 4 2، والنقطة B هي 3 ناقص 1. إذا بصفة عامة كما قلنا أن المعادلة المختصرة للمستقيم AB تكتب على شكل y تساوي mx زائد b. إذا لنحدد m حسب العلاقة السابقة، m تساوي yb ناقص ya على xb ناقص xa. m تساوي yb ناقص ya على xb ناقص xa. يجب احترام الترتيب. إذا بدأنا
ب ب نكتب y ب ناقص y a على x ب ناقص x a. إذا بدأنا مثلا ب a نكتب y a ناقص y ب على x a ناقص x ب. إذا ومنه m تساوي، إذا حسب الإحداثيات، ناقص واحد ناقص اثنان على ثلاثة ناقص أربعة، إذا تساوي ناقص ثلاثة على سبعة. ومنه المعادلة المختصرة الآن تصبح y تساوي ناقص ثلاثة على سبعة x زائد b. الآن سنحدد قيمة العدد b. إذا لتحديد قيمة العدد b يكفي أخذ نقطة تنتمي إلى المستقيم A بسواء النقطة A أو B. إذا نختار نقطة B مثلا. إذا بما أن النقطة B إحداثيتها 3 ناقص 1 تنتمي إلى المستقيم AB، فإن أرتوبها الذي هو ناقص 1 يساوي ناقص 3 على 7 في الأفصول في 3 زائد B. إذا تصبح لدينا معادلة من الدرجة الأولى بالمجهول B نبحث عن قيمة B. إذا ناقص 1 تساوي ناقص 9 على 7 زائد B، ومنه ناقص 1 زائد 9 على 7 تساوي B. بتوحيد المقامات نحصل على B تساوي 2 على 7. وبالتالي المعادلة المختصرة للمستقيم AB هي y تساوي ناقص 3 على 7 x زائد 2 على 7.